عندكم ولا لا؟ بالطبيعة نحكي على القطاع العام ولا القطاع الخاص. طبعا سارة الجلالي كالعادة في ستاتيستا. ستاتيستا. صح شريبتك سارة؟ صح شريبتك انيس، وكالعاده صح شريبت الناس الكل اللي يسمعوا فينا على راديو اكسبريس اف ام، وكيف كيف على لي ريزو سوسيو نتاعنا راديو اكسبريس اف ام. وشنو الارقام اللي عندنا في موضوعنا اليوم؟ اليوم ارقام كبيره. اليوم نحكيو على الخدمات الاداريه، توقيت العمل الاداري في شهر رمضان. دونك لقينا انه موضوع اليوم ما نجموش نحسموا فيه. دونك عندنا الوقت على كل يوم يا كريمه، توقيت الشتوي وحده وتوقيت الصيفي وحده اللي نسميوه احنا سيانس يونيك، وعندنا زاده توقيت شهر رمضان. وكل وقت وقته، وكل وقت ياخذ عدد ساعات العمل اللي يلزم لكل إدارة. أما احنا في تونس حاجة أخرى، من وقت اللي ولا رمضان يجينا في الشتاء وبعد على أشهر اللي يتخدموا بسيانس يونيك عملنا حسبة خاصة. كيف ما صار مؤخرا الحكومة تصدر أمر نهار الخميس 31 مارس 2022 كالعادة، تعلن فيه عن توقيت العمل بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، التفاصيل وكيف باش يكون في شهر رمضان. دونك من الاثنين للخميس الخدمة باش تكون 8 متاع الصباح حتى المساعتين ونص، ونهار الجمعة من 7 ونص حتى يكشل الماضي ساعة. بطبيعة سبت وحد راحة. هذا الكل ما ينجم كان يعمق الأزمة بالنسبة للمماطلة اللي ترتفع بنسبة 30%، يعني تزيد تتعطل مصالح المواطن ويدخل في دوامة أرجع غدوة. زيد على هذا كل ما ننسيوش احنا كتوانسة نسبة الانتاجية متاعنا تتراجع في رمضان بنحو 50% من جرة تقلص عدد ساعات العمل اللي تولي بريسك 3 ساعات فقط. اخر حاجة الانيس نجمو نحكيو عليها هي تشكيات المواطن. الادارات ولو مصدر تشكيات، واهمهم البوسطة اللي يكثر عليها الاقبال في شهر رمضان، على خاطر نعرفوا انه هو شهر معدل الانفاق التونسي فيه يتضاعف ويوصل بين 50 و 100% مقارنة ببقية الاشهر. دونك هذا هو. دونك طبعا هذه الارقام بعد شويه بعد الاخبار باش تسمعوا زاد ميكرو تروتوار شنو قالوا التوانسه حول الموضوع هذا، وانتم زاد باش تطلبونا وتكونوا معنا فيها الونيس على 71 725 الف 71 725 الف توقيت العمل في شهر رمضان. بعد الاخبار نسمعوا زاد طاهر الفازع.